لقيت خالي قفل باب الشقة وجاب سلسلة حديد وضربني كتير جدا، وقال لي لو صوتك عالي الناس كلها هتعرف، اوعي تعلي صوتك خالص واسكتي. وأنا طول الوقت كنت بستغيث بيه وبقول له حرام عليك، وكان صوتي ضعيف. فضلت أقول له ارحمني، أنا عمري ما هعمل كده أبدا. لكنه كان بيقول لي انتي كدابة، انتي واحدة مش كويسة وهتفضلي كده طول عمرك. وبعد كده قعد يمزق هدومي وقال لي زي ما عملتي مع الولد ده هتعملي معايا. في الأول كنت فاكراه إنه بيقول لي كده عشان يعاقبني بس، لكن اللي حصل بعد كده كان أسوأ بكتير. يا مساء الفل على أحلى متابعين. أنا نورهان ودي قناتكم نورهان ستوريز. لو لسه ما اشتركتوش انزلوا حالا فعلوا الجرس وجهزوا نفسكم عشان حكاية النهاردة فيها تفاصيل تشيب الشعر. ويلا بينا نبدأ الحكاية من أولها. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي مريم، عندي 23 سنة دلوقتي، وحكايتي بدأت وأنا عندي 19 سنة. وقتها كنت لسه مخلصة ثانوية عامة وعايشة في محافظة بعيدة في أسرة متوسطة الحال، ووالدي توفى من فترة. عندي أخت وأخين. أختي أصغر مني، لكنها دايما لما تشوف حاجة عليا أو على أخواتي تروح تقول لماما، وده خلاني محسش بأي تقارب بينا، يعني مش زي الأخوات اللي بيغطوا على بعض أو بيبقوا صحاب. أما أخواتي الولاد فواحد أكبر مني ب5 سنين والتاني صغير. كنا عايشين على دخل بسيط، وكان اللي مساعدنا شوية إن أخويا الكبير ساب المدرسة بدري واشتغل شغل يومي. كان دايما بيغير شغلانته، بس المهم إنه كان بيحاول يساعد. وأنا في تالتة ثانوي كنت شايفة نفسي شوية لأن شكلي كان ملفت، وكان في ناس كتير بتحاول تتعرف عليا. بس مع كده عمري ما كنت بقول لأهلي حاجة عن اللي بيحصل في المدرسة، لأن أي كلام كنت بقوله كان بيقابل بعتاب أو انتقاد، حتى لو على حاجة بسيطة. فبقيت أفضل السكوت. كان في ولد بيني وبينه علاقة صداقة قوية تطورت لحب، هنسميه كريم. كنا بنتكلم في التليفون كتير، وكنت دايما بحكي لصاحبتي الوحيدة اللي عارفة بالموضوع ده. علاقتنا كانت بسيطة، وكنا بنتقابل أحيانا بالصدفة في الشارع نتكلم شوية، أو يشتري لي عصير ونقف نشربه مع بعض، وأحيانا كان بيوصلني بعد الدرس. كريم كان أول حد أحبه في حياتي، وكان دايما بيقول لي إنه هيجي يخطبني ويتجوزني بعد ما يخلص الكلية. كان بيحلم يبني مستقبله وبيشتغل على نفسه عشان يكون عنده حياة كويسة. كلامه كان بيخليني أحس بالأمان والثقة، وكنت بعيش معاه أحلامنا المشتركة. بعد ما خلصنا الثانوية العامة أنا دخلت كلية تجارة وهو دخل كلية زراعة. كان بيقول إن والده اللي بيشتغل مهندس زراعي في شركة كبيرة هو اللي نصحه يدخل زراعة، لكن بعد فترة عرفت إنه اختار الكلية دي لأن مجموعه ما كانش كبير، مش لأن والده نصحه. المهم بعد ما دخلنا الكليات كنا بنتقابل يوميا قريب من الجامعة. كليته ما كانتش قريبة من كليتي، بس كان بيجي كل يوم مخصوص عشان يشوفني. كنا بنمشي مع بعض لحد ما نوصل قريب من بيتي، وبعد كده كل واحد يروح على بيته. كنت معاه بسيطة جدا، وكنت بسيبه يمسك إيدي من غير ما أفكر. كنت بقول لنفسي إيه يعني، ما احنا بنحب بعض. كنت عايشة معاه قصة حب زي الأفلام. فضلنا كده لمدة 2 في الجامعة، لكن للأسف هو كان بيواجه صعوبة في دراسته وكان بيعيد السنة، وأنا كنت بنجح. كان دايما يقولي إن اهتمامه بيا مؤثر على تركيزي، وأنا كنت بصدقه. وفي يوم وإحنا بنتكلم في التليفون بالليل قال لي إنه مش مبسوط. سألته مش مبسوط ليه؟ رد وقال زهقت من إننا بنتقابل كل مرة في الشارع وبس، أنا نفسي أحس بقربك أكتر. قلت له أحس إزاي يعني؟ قال مش عارف، يمكن لو اتقابلنا في مكان هادي لوحدنا نفهم بعض أكتر. فضلت أقول لنفسي يمكن بيقول كده عشان بيحس بالإحراج من نظرات الناس، أو خايف حد من منطقتنا يشوفنا مع بعض. وأنا كمان كنت بحس بالإحراج أحيانا، لكن رغم كده ما كنتش مرتاحة لفكرة إني أقابله في مكان لوحدنا. استمر الحال كده لفترة طويلة، لحد ما في يوم حاولت أكلمه كتير بس ما كانش بيرد. كنت متضايقة جدا ومش لاقية حد أفضفض معاه، مفيش صاحبة قريبة مني ولا حتى أخت أتكلم معاها. فضلت أحاول أكلمه لمدة أسبوع بس ما كانش بيرد. حسيت وقتها إن الدنيا بقت ضيقة عليا. فكرت أروح أطمن عليه عند بيته بس كنت مترددة. بدل كده كنت بروح أمشي قريب من بيته يمكن أشوفه بالصدفة، بس ما كنتش بلاقيه. كمان رحت قدام كليته واستنيت أشوفه بس ما ظهرش، كان كأنه اختفى. وبعد أسبوع من الغياب لقيته بيتصل بيا. رديت وأنا متضايقة جدا وقلت له فينك كل ده؟ لو عايز تسيبني على الأقل قولي. رد عليا وقال
أنا قلتلك قبل كده إني مش حاسس بالراحة ومش هقدر أقابلك تاني. قلتله ليه؟ أنا عملت إيه؟ رد وقال أنا خايف من المستقبل، خايف يحصل حاجة تخلينا نندم. حاولت أشرح له إني عمري ما هغدر بيه وإن علاقتنا بالنسبة لي حاجة مهمة جدا، لكن كان واضح إن قراره نهائي. مستحيل أبيعك، قالها لي وهو باصصلي بجدية. رديت عليه مش متأكدة، أنا عايزة أضمن إنك بتحبني فعلا. قال لي طيب اطلب أي حاجة وأنا هوافق عليها. قلت له لأ، اطلب أنت حاجة وأنا اللي هعملها. قال لي أنا عايز نتقابل في مكان لوحدنا. خفت وقلت له لأ أنا خايفة. قال لي ما تخافيش خالص، أنا بس عايزة أقعد معاكي يتكلم براحتنا، مش كل شوية أبص حواليا من الناس اللي انتي دايما خايفة يشوفونا مع بعض. وافقت وقلت له تمام، خليني أشوف وهبقى أكلمك. عدى يومين واتصل بيا وقال لي إن البيت عنده هيكون فاضي لأن أمه بتشتغل مدرسة وأبوه بيشتغل لحد الظهر. وافقت وقلت له ماشي، هاجي بس خلي باب الشقة مفتوح وهنقعد نتكلم شوية وهمشي. قال لي لو خايفة مني ما تجيش أحسن، أنا مستحيل أعمل معاكي حاجة تضايقك. تاني يوم خرجت من البيت كأني رايحة الكلية، بس بدل ما أروح الكلية رحت عنده. لقيت باب البيت مفتوح ودخلت من غير ما أخبط. لقيته واقف جوه بعيد شوية عن الباب وشاور لي إني أقعد. كان باين عليه الارتباك بشكل كبير وأنا كمان كنت خايفة. قلت له شوف، قول اللي عايز تقوله بسرعة، أول مرة أتحط في الموقف ده وأنا قلقانة جدا. رد عليا ما تخافيش خالص، إحنا هنشرب العصير ده ونتكلم شوية وبعدها تروحي. وافقت، بس وأنا قاعدة لقيته بيقرب مني وطلب مني حاجة ما ينفعش أوافق عليها. رفضت وقلت له لأ كده غلط والمفروض ما يحصلش. قال لي أنا عايزك تثبتي لي إنك بتحبيني بجد. قلت له أنت بتفكر غلط، الحب ما بيحتاجش إثبات بالشكل ده. حاول يقنعني بكلامه لكني كنت متوترة جدا. حسيت فجأة إني مش مركزة وكأني في حاجة غلط. لما بدأت أستوعب قررت إني ما كملش الوضع ده، وخرجت بسرعة من البيت وضربته بالقلم على وشه وخرجت وأنا مش مصدقة إن ده حصل. كنت مصدومة لدرجة رجلي ما كانتش شايلاني، مش عارفة أروح الكلية ولا البيت. وأنا ماشية في الشارع حسيت بدوخة ووقعت، والناس اتلموا حواليا وودوني البيت. وبعد ما فقت أمي فضلت تسألني مالك فيكي إيه؟ قلت لها حسيت بالدوخة فنزلت من الميكروباص ورجعت وأنا راجعة أغمى عليا. فاتصلت بأخويا الكبير وجه أخدنا ورحنا عشان نكشف. الدكتور لما كشف عليا قال ممكن يكون وقت ما أغمى عليكي كان الضغط واطي، بس دلوقتي الضغط سليم، خليها تتغذى كويس وترتاح وهتبقى كويسة. قعدت في البيت أسبوع مكتئبة، وكريم متصلش بيا خالص. كنت متضايقة جدا من اللي حصل. بعد أسبوع كده لقيته بيتصل بيا وقال لي ما تزعليش مني أنا آسف. فضل يعتذر لي كتير وقال لي ما تقلقيش، إحنا كده كده هنتجوز. وأنا ما ردتش عليه بأي كلمة وقفلت المكالمة على كده. بعد حوالي 15 يوم حسيت إن بطني بتوجعني وعايزة أرجع، وكان إحساس أول مرة أحسه. أول حاجة جت في بالي إني ممكن أكون حامل، ما فكرتش في أي حاجة تانية لأن فعلا كنت خايفة. ما بقتش عارفة أعمل إيه ولا أتأكد إزاي إذا كنت حامل ولا لأ. تاني يوم صحيت في ميعاد الكلية وقلت لماما إني رايحة الكلية، بس لما نزلت فضلت أدور على دكتورة أكشف عندها. ما رحتش الكلية أصلاً، بس ما لقيتش دكتورة فاتحة بالنهار. دخلت على النت وعرفت إني ممكن أعرف إذا كنت حامل ولا لأ من غير ما أروح لدكتورة. فهمت إن في تحليل من الصيدلية ممكن أعمله. فعلاً رحت لأقرب معمل تحليل وعملت التحليل، وفضلت قلقانة وخايفة لحد ما رحت تاني يوم عشان أجيب النتيجة. لما شفت النتيجة اتصدمت صدمة عمري، طلعت حامل. حسيت وقتها إن روحي بتتسحب مني والدنيا كلها اسودت في وشي. بقيت منهارة وبعيط بشكل هستيري. وأنا ماشية اتصلت بكريم بسرعة وقلت له أنا حامل لازم تتصرف. قال لي أتصرف إزاي يعني؟ قلت له قول لأهلك النهاردة وتعالى تقدم لي وأنا هخليهم يوافقوا في البيت. قال لي مش هينفع خالص دلوقتي، أهلي مش هيوافقوا. قلت له لأ لازم تفضل تحاول معاهم. فرد عليا بعصبية وقال مش هقدر أعمل حاجة، أنا مش مستعد لأي مسؤولية دلوقتي. أنا اتخانقت مع أبويا بسببك وطردني برا البيت، ولو أبويا عارف عنك هيقول لأهلي ومش هيرضى يرجعني البيت تاني خالص. قلت له يعني إيه مفيش حل عندك خالص؟
قال لي مفيش، اتصرحي بقى انتي مع نفسك. وقفل معايا المكالمة كده. بس أنا ما استسلمتش، فضلت أتصل بيه كتير لحد ما رد وقال لي اوعي تتصلي بيا تاني. قلت له انت مش محترم وضحكت عليا. رد عليا بكلام جارح جدا وقال لي ألفاظ صعبة قوي. حسيت إن الكلام كله بيجرحني، لأني أنا اللي سمحت لنفسي إننا نتخطى حدود الصح والغلط. فضلت أفكر وما كنتش عارفة أعمل إيه. قلت لنفسي حتى ما ينفعش أروح لدكتورة أو دكتور لوحدي، لازم يبقى معايا حد يساعدني في الموقف. فضلت أفكر كتير قوي أدور على حد أكلمه ويحاول يحل الموقف ده معايا. لقيت في دماغي اسم واحد بس حسيت إنه ممكن يقف جنبي ويساعدني، وهو خالي الصغير. هنسميه خالي محمود. صحيح هو عصبي شوية، بس فكرت إنه ممكن يلاقي حل. قمت على طول وطلعت على بيت جدتي. لما وصلت هناك قالت لي إن خالي مش موجود، فاضطريت أتصل بيه على التليفون وقلت له أنا محتاجاك ضروري وعايزة أتكلم معاك. كنت بعيط وقتها، فقال لي معلش يا حبيبتي أنا في الشغل ومشغول دلوقتي، لما أخلص هتصل بيكي. رجعت من عند جدتي وفضلت مستنية مكالمته. فعلا الساعة 8 بالليل اتصل وقال لي إنه خلص شغله وطلب مني أروح عند جدتي عشان نقعد ونتكلم. قلت لماما إني رايحة عند جدتي شوية وطلعت. لما وصلت وقعدت مع خالي سألني مالك فيكي إيه؟ قلت له عايزة أتكلم معاك لوحدنا في موضوع مهم. قال لي ماشي تعالي. دخلنا أوضة لوحدنا وقعدت أحكي له كل حاجة حصلت من الأول للآخر. خالي سمع كل حاجة بهدوء وما قالش حاجة في الأول. بعد ما خلصت قال لي خليني أفكر وبكرة أقولك هنعمل إيه. مشيت من عنده وأنا حاسة براحة شوية لأن خالي وعدني إنه هيشوف حل. اللي حصل ده كان حاجة صعبة جدا ومش هقدر أنساها بسهولة. كنت مستنية خالي يتصل بيا عشان يساعدني، لكنه هو ما اتصلش. قلت يمكن هو راح للولد ده ووالده عشان يحاول يحل الموضوع، خصوصاً إن لما حكيت له ما كانش عنده رد فعل غضب، كان بس بيطمني وبيقولي ما تقلقيش وما قالش حاجة يعاتبني عليها. لما اتصل بيا خالي وقال لي تعالي عندنا في البيت، رحت على بيت جدتي وطلعت زي ما قال لي. لقيت خالي قفل باب الشقة وجاب سلسلة حديد وضربني كتير جدا وقال لي لو صوتك عالي الناس كلها هتعرف، اوعي تعلي صوتك خالص واسكتي. وأنا طول الوقت كنت بستغيث بيه وبقول له حرام عليك، وكان صوتي ضعيف. فضلت أقول له ارحمني، أنا عمري ما هعمل كده أبدا. لكنه كان بيقول لي انتي كدابة، انتي واحدة مش كويسة وهتفضلي كده طول عمرك. وبعد كده قعد يمزق هدومي وقال لي زي ما عملتي مع الولد ده هتعملي معايا. في الأول كنت فاكراه إنه بيقول لي كده عشان يعاقبني بس، لكن اللي حصل بعد كده كان أسوأ بكتير. خالي عمل معايا كل حاجة بالعافية زي ما المتجوزين بيعملوا، وما كنتش قادرة أصدق إنه هو يعمل كده. خالي اللي المفروض يكون زي بابا، وكان دايما يصمم إن الموضوع ده يتكرر بينا كذا مرة، ولو حاولت أرفض كان بيهددني إنه هيفضحني. اللي حصل ده استمر معايا لحد الشهر الثالث في حملي. خالي ما كانش بيساعدني خالص إني أنزل الحمل، وأنا ما قدرتش أستحمل العيشة دي. قررت أهرب من حياتي. فعلا هربت وقلت لو أهلي مسكوني مش هيعرفوا حاجة، وهقول لهم إن في شخص غريب هو اللي عمل فيا كده. دلوقتي أنا هربانة وعايشة في سكن للطالبات في منطقة تانية، وحكيت لواحدة هناك على كل اللي حصل، وهي اللي ساعدتني إني أسكن في المكان ده. هي اللي بتساعدني في كل حاجة، العلاج، الأكل والشرب، وكمان بتحاول تدورلي على شغل. مش عارفة أعيش حياتي كده ضايعة، مش عارفة أتصرف إزاي، ومش عايزة أكمل حياتي بالشكل ده. وحشني بيتي، أهلي، أمي، إخواتي، وحشتني الكلية، وحشتني حياتي الطبيعية. ندمانة جدا إني وصلت نفسي للضياع ده. أنا محتارة ومش عارفة أعمل إيه أو أفكر إزاي. محتاجة رأيكم ومساعدتكم. دي كانت حكاية مريم، مستنية تعليقاتكم. وصلنا لنهاية القصة. كانت معكم نورهان ستوريز. دمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة، نلتقي في قصة جديدة. ما تنسوش اللايك والاشتراك.